عرفتي يا مو؟ عرفت لكن ما عرفت ووصلني شو قالت امها لضرتك. ولك امي شو مفكره انت بعيده عنك وما بعرف شي عنك؟ يا مو انا ما حكيت مع شي. ان شاء الله تكون هي. اهلين وسهلين يا مو. اهلين تقبري قلبي، شلونك هدى؟ ان شاء الله بخير. مبسوطة كثير. يا الف الحمد لله. شو مين في عندك؟ امها لضرتي. يو تروح قتل المذكوره. كتران الدبان ببيتكم لك امي. مو من عندي يا مو، من الفرشة الثانية تبع جوزي ابو بنتي. الله يصلحك يا امي، قولي له لجوزك يكبر هالفرشه، يا اما يجيب قتال الدبان ليقتل الدبانات الكبيره زوار بيته. اليوم بقول له يا مو. ستي حلقك يا شنه يا صادومه يا ام سبع برابيك. انا ام سبع برابيك، روحي الهي العين تصيبك. قال على خشته رائع بشتى زبال وشاكل ورده، لكن من كتر ما نشبقه ولبقه بتمعس البقه بطرف المعلقه. ولك ينكت كرارك ويشعل نارك ويشوفك الحكيم وما يعرف لك دواء يا شنه يا دبقه. لك روحي الهي تاكل جنابك الفرش ويحكموكي 10 طرش وما يلاقوا لك دباره. ولك طول عمر الدبان بيهدي على دنب الفرس، والحمارة ما بدها عليق لبنت الفص على المحمرة. على البزاقة شافت بنتها على الخيط قالت لها تقبريني مثل اللولية بالخيط، ولك تفوق عليكي وعلى بنتك. ولك تفوق عليكي وعلى بنتك وعلى تخلفتها ام الاسوارة والحلقة. لا بيا شلابة، قال لا بيا الشوحة مرجوحة ولعبوا براس بقاف، ولك تنقلعي العراولة بالعيد. ولك انت اللي بتنقلعي يا شرنة يا شرشوحة، هذا بيت بنتي يا خطافة رجال انت وبنتي. ولك الهي يخطفك عزرائيل ويكبسك بالبرميل يا شرنة، يا بنت غسالة لواعي على نهر دورة. روحي اسألي عن امك وصيتها بالحارة، يلي بياكل من